السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كلنا سمعنا عن الحفلة اللي المفروض هتتعمل يوم 28 يوليو الشهر ده سنة 2023. هتتعمل في منطقة الجيزة عند الأهرامات. المشكلة مش في الحفلة أبدا، المشكلة في الطقوس الغريبة اللي بتتعمل في الحفلة. اللي هيحيي الحفلة دي هو مطرب رابر عالمي اسمه ترافيس سكوت. معروف عنه إن هو بينتمي للماسونية وبيدعم حركة الأفروسنتريك. حركة الأفروسنتريك دي حركة عنصرية متعصبة جدا للعرق الأسود، وهدفها القضاء على العرق الأبيض خاصة في شمال جنوب أفريقيا. المطرب ده معروف بالطقوس الغريبة اللي بيستخدمها في الحفلات بتاعته، والأكيد إنه هو بيدعم الماسونية من خلال الرسوم والديكورات اللي بيستخدمها في حفلاته. واللي بيأكد الكلام ده كمان الحفلة اللي عملها في سترولد سنة 2021 في 5 نوفمبر، واللي اتسمت بحفل الموت، ونتج فعلا عنها وفيات كتير، حوالي 11 حالة وفاة و300 حالة تشنج. السبب ما كانش معروف، ورغم إن الإسعاف جت إلا إنها ما قدرتش تدخل تنقذ الناس، والناس كانت بتعمل حالات غريبة جدا غير معروفة السبب، لدرجة انهم طلعوا فوق عربيات الاسعاف ودمروها. وكأن المقصود فعلا ان يحصل وفيات، وكأنها قرابين بتتقدم للشيطان. الأغاني والموسيقى اللي بيستخدمها الرابر ده في حفلاته بتحفز الجانب الشيطاني للإنسان، وده اللي بيبرر الحركات الغريبة اللي عملوها في حفل سترولد، وإن هم دمروا عربيات الإسعاف، وإن الحفلة استمرت رغم حالات الوفيات والتشنجات. كأن الإنسان بيبقى شارب حاجة بالظبط، مش في وعيه، ممكن يأذي نفسه أو اللي حواليه. الصراخ من الناس إن للمغني إن هو يوقف الحفلة، إلا إنه استمر في الحفلة بتاعته وموقفهاش، والكلمة اللي قالها لو وقفت الحفلة هيموتوني. وده بيأكد إنه هو كان بيغني لصالح حاجة غامضة ولكنها شيطانية في المقام الأول. سعر تذاكر الحفلة بيتراوح من 5000 ل 6000، إلا إن التذاكر اكتملت الحجوزات بتاعتها، والفئة العمرية اللي استحوذت على التذاكر دي كانت بتتراوح ما بين 16 ل 20 سنة، يعني كلهم في مراحل الشباب. إذن إن الهدف هو تدمير الشباب. خبر اتأكد وان ترافيس جاي عندنا وفرحانين قوي. ما انتوا لو فرحانين يبقى انتوا بتحبوه، لو بتحبوه يبقى انتوا متابعينه، ولو متابعين يبقى انتوا عارفين اللي حصل في استرو وورلد. فانا مش فاهمه الناس مبسوطه من ايه. المفروض نعمل اصلا كامبين نلغي الحفله دي. المشكلة ان ترافيس حفلاته كلها بتكون فيها طقوس غريبة، واتمنى انكم تفهموا معنى كلمة طقوس اللي انا قلتها دي. واخر حفلة عملها فيها ناس ماتت، ففكرة وجوده في الاهرامات مستحيل يعديها بالساهل ويضيع الفرصة دي من ايده. المطرب دوت عليه شكوك كتيرة جدا، خصوصا ان هو دايما بيدعم الحركة السرية اياها، ودايما ان هو مدعوم منهم ومعروف بانضمامه ليهم. حفلاته دايما بتتميز بالحاجات الغريبة، بطقوس شيطانية، بممارسة اسحار، بموسيقى غريبة جدا. الراجل ده ليه سوابق كتير جدا، وليه ناس ميته، يعني في اموات في الحفلات بتاعته 10.
in particular يعني وناس مشلولة يعني. الخبر ان نقابه الموسيقيين سحبت التصريح من المغني ده لاقامه الحفله، ولكن جت الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح، ولسه بنقول هي قالوا لنا لا. نقابه المهن الموسيقيه طلعت نفت الخبر ده تماما، وقالت ان هي ما بتديش اي تصريح لمغني اجنبي الا بعد الموافقه من الجهات الامنيه. يعني باختصار رمت الكوره خالص لملعب الجهات الامنيه، وقالت ان هي مش مسؤوله عن اي اشاعات حوالين المغني ان هو بيدعم الماسونيه او ان ليه افعال مخله. وعلى الرغم من ان في حملات كبيره وهاشتاجات كتيره بتطالب بالغاء الحفل، الا ان لسه لحد وقتنا هذا الحفل هيتم في ميعاده المتفق عليه. نرجو من الله ثم من الجهات المعنيه سرعه التدخل والغاء الحفل ده، احنا والله مش ناقصين. ما تنسوش ان دعمكم دايما بيفرق، باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. حلقه النهارده خلصت، بس الحلقات لسه جايه كتير، استنوني في حلقه تانية جايه. شكرا ومع الف سلامه.